أجدد لكم العزاء باستشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. يقول سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام: زيارة الإمام الحسين واجبة على كل من يعترف له بالإمامة من الله عز وجل. ها هم اليوم محبيك يا أبا عبد الله، أتوا من كل حد وصوب يجددون لك الولاء إلى كربلاء الحب، كربلاء العطاء، كربلاء المحبة والإباء. نحن اليوم بتغطية حصرية من مدينة الحلة المشرفة وتحديدا شارع 60. كونوا معنا. نحن اليوم نقف هنا لخدمة سيدي ومولاي الإمام الحسين وزواره، ونرحب بكل الطوائف من كل زائري الطوائف، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم. ايش وقت بديتوا؟ والله احنا بدينا اليوم، يعني البارحة هيئنا وبدينا اليوم إن شاء الله، وراح تستمرون اليوم؟ وراح نستمر لآخر يوم من الزيارة إن شاء الله. الخدمات اللي تقدموها للزوار؟ والله الخدمات شو نقدم؟ قليل للإمام الحسين، ايش قد قاعد نقدم، فهي قليل بحق زائري الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المواكب تنصب قسم واحد بصفر، بس احنا بخصوص واحد بصفر، فنستمر للزيارة، بتنتهي الزيارة بعدين وراها بيوم يومين على الراجع، فنوزع 3 وجبات طبعا، ريوق وغداء وعشاء ومبيت ايضا للزائرين، فموفرين لهم كافة وسائل الراحة والطعام كله متوفر لهم، واحنا بخدمة الزوار وخدمة الإمام الحسين. بالنسبة للمواكب الحسينية حقيقة مواكب جادة في عملها، ومهيئ كل الخدمات لكل الزائرين من البصرة إلى كربلاء ومن بغداد إلى كربلاء، واحنا بواجبنا أيضا نخدم هذا الزوار الخدمة جادة من حيث الغداء والعشاء وتوفير كل المستلزمات المطلوبة للزائرين. خدمة أهل البيت حي المحاربين بخدمة الزوار 24 ساعة، عندنا وجبة ريوق وغداء وعشاء ومستمر لمدة 24 ساعة. والزوار يعني هذا اليوم ثقيل، يعني هاي اليوم صارت ثقيلة هذا اليوم، واحنا بخدمتهم شو يريدوا، احنا حاضرين يعني موفرين كافة الاحتياجات للزائرين ويدللون زوار ابو عبد الله. طبعا المفرزة مفرزة مستشفى الحلة التعليمي تعمل لمدة 20 عام على التوالي، وبدعم إدارة مستشفى الحلة التعليمي وكادرها التمريضية والكوادر الطبية والدور الفعال لمدير عام دار صحة بابل. المفرزة تعمل بنظام 24 ساعة، شفت ليلي ونهاري، بما أنه الزيارة في الأجواء الحارة فطبيعة الزائر يكون المشي بالليل مستمر، فالمفرزة غير مغلقة، يعني مستمر العمل 24 ساعة. المفرزة متوفرة بتقديم العلاج الطبيعي من أجهزة العلاج الطبيعي وأجهزة قياس الضغط والسكر، وكذلك توفر الأدوية المزمنة، وتوفر توفير الثلاجات لحفظ الانسولين للزائرين الذين ينفذ عندهم الانسولين، لان احنا اغلب الزائرين الكبار السن يعانون من السكر والضغط وامراض، اضافه للادويه المسكنه، لان عاده الزائر يعاني من التشنجات العضليه للمشي لمسافات كبيره، اعتبارا من البصره والناصريه والعماره. تدخل آلاف الزائرين المفرزة منذ الساعات المبكرة من الصباح، من الساعة 4 فجرا ومستمرة 24 ساعة. نحن مدينة الإمام الحسن المجتبى أهالي الحلة، نحن مستعدين إن شاء الله لخدمة زوار أبي الأحرار نواسي العقيلة زينب عليه السلام لمصيبة سيد الشهداء. نحن أبناء الحلة، نحن أبناء مدينة الإمام الحسن المجتبى كريمي أهل البيت. احنا استعدينا إن شاء الله بقوة واستعدينا بزعم، هاي شبابنا وهاي ولدنا الطيبين، استعدينا بهذا إن شاء الله الفخر عنا. ليش؟ أنا مدينة الإمام الحسن المجتبى أهالي الحلة يعتبر فلتر لأبناء كربلاء المقدسة، يعني الزخ القوي يصير كله على مدينة الحلة، وخصوصا أخير 5 أيام الحلة بعد تختنق فرد نوم. هو احنا نتحمل اهالي الحلة زوار الحسين دول، نخليهم على عيوننا وعلى راسنا. احنا يوميا ريوق عندنا يبدي ان شاء الله، وغدا وعشاء وراجع. احنا نبدي توزيعنا من الساعة 2 بالليل، من 2 بالليل يبدي ريوق التوزيع مالتنا لحد غاية الساعة 7 صباحا
ينتهي الدور نوزع شرابة الساعة 8 9، وراها نطلع الغداء الساعة 10 11. الدور الزوار تقعد بالشوادير بالخيم، الدنيا حارة على المبردات. الدور وراها نشتغل هاي العصرية من هنا لحد الساعة 2 بالليل. الراجع ياخذ الليل والرايح، وزوار عندنا هالسنة قاعد تمشي عندنا بالليل هواية حيل هواية. واحنا نقول لهم للزوار اهلا وسهلا ومرحبا بكم بمدينتكم مدينة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت. وأن فخر مدينة الحلة من السمت بكريم أهل البيت مدينة الإمام الحسن المجتبى. خادمكم وخادم الإمام الحسين، موكب خدام السيدة نرجس أهالي الحلة. تأسس الموكب سنة 1444. موكبنا بسيط، ما عنده دعم من أي أحد. مجموعة شباب أسسنا هذا الموكب. يعني موكب بسيط، يعني احنا تقريبا صار لنا 12 سنة و13 سنة هذا الموكب احنا مؤسسين. دعمنا ذاتي، كل واحد عنده شيء يجيبه ويوزعه. صار لنا ب 13 سنة احنا موجودين احنا كشباب. من يوم نفتح 4 بصفر لحد ما تنتهي الزيارة. ماي، عصير، حالنا حال أي موكب موجود، كل شيء نقدم. يعني ايش يجي ببالك احنا مقدمين للزوار. مبيت اكو نساء ورجال. أجدد لكم العزاء باستشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. وفي ختام هذه التغطية أتمنى لكم طيب المتابعة. كان معكم سجال اليسري، قناة مواكب الحلة.